السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد لمراحل تطوير ال10 جنيه وال20 جنيه. دي ال10 جنيه القديمة، ومش القديمة قوي، في قبل منها برضو، يعني في منها من فترة طويلة جدا. منظرها الجميل دوت بالشكل ده. دي ال10 جنيه موجودة حاليا برضو، بنتعامل بيها لحد وقتنا هذا بالشكل الجميل ده برضو. وبرضو الرسمة الفرعونية. كل العملة المصرية الورقية بتتميز بالجامع او الشعار الاسلامي او الرسمه الفرعونيه الجميله، حضاره بلدنا طبعا يعني. دي ال10 جنيه البلاستيك الجديده، منظرها جميل جدا. دي الطبعه المائيه، عليها المسجد جميل. مسجد على الطبعه المائيه بالمنظر ده. وهنا المسجد مطبوع عليها طبعا الرسمه الفرعونيه. دي ال20 جنيه، دي برضو بنتعامل بيها لحد وقتنا هذا، مش قديمة قوي. بالمنظر الجميل ده على القلعة. رسومات فرعونية بالشكل الجميل ده. دي عربية الحربية أيام الفراعنة دي يعني جميلة. دي القلعة بالشكل الجميل ده. دي ال20 جنيه الجديدة البلاستيك، جميلة ما شاء الله، تحفة. ده الشعار برضو القلعة عليها. برضو هنا القلعة على الطبعة المائية، رسمة جميلة جدا. والرسمة الفرعونية طبعا أساسي، هي واخدة معظم الرسومات اللي على 20 جنيه القديمة، بس طبعا دي منظرها جميل جدا يعني بالمنظر ده. دي ال20 جنيه الموجودة حاليا، ودي ال20 جنيه الجديدة البلاستيك. طبعا في فرق في المقاس، يعني البلاستيك أصغر شوية من الورق. ده الظهر بتاعها. قريبين من بعض على فكرة في الشعار اللي موجود عليها. دي ال10 جنيه طبعا، هتلاقي برضو فرق بين دي ودي، في فرق برضو. دي ال10 جنيه اللي قبليهم هما الاتنين، يعني دي فترة طويلة برضو، التسعينات. برضو أصغر منها بكتير. بس أنا برتاح لشكل ال10 جنيه القديمة دي، بحس إنها تفكرنا بالزمن الجميل وطبعا ال10 جنيه الجديدة دي جميلة. دي مراحل التطوير. 20 جنيه، وادي ال20 جنيه بلاستيك. بالترتيب كده. المفاجأة بقى، ال5 قروش الورق بجماله وحلاوته. ده له ذكريات مع ناس كتير طبعا. ده لا، اتلغى من زمان طبعا، دوت مش موجود. اللي محتفظ بقى بيه ده بيفكروا بذكريات جميلة جدا جدا. ده كان بيجيب حاجات كتيرة زمان يعني. ده كان بتجيب منه حاجات ويفيد منه فلوس كمان، بيفيد لك باقي. طبعا ده من زمان، ده اتلغى من زمان جدا. 5 قروش ورق. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك. السلام عليكم.